يا أهلا بيكم متابعين قناة ريكابتريكس. قبل ما نبدأ الملخص هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها ساندي وهي بتغرق، وبتقول إنها دايما كانت بتحلم إنها بتموت غرقانة. بس المرة دي ما كانش حلم، وما كانتش كمان تتخيل إن اللي هيغرقها هيكون أكتر شخص قريب ليها. بنرجع في الأحداث وقت ما ساندي كانت بتاخد عزا جوزها، وكانت معاها صاحبتها لوري. ولوري بتحاول تهدي ساندي وبتطمنها إنها هتفضل جنبها وهتعيش معاها هي وتايسون ابن ساندي. وبعد 5 سنين ساندي بقت أحسن وقدرت تتخطى موت جوزها، وبتكون بتكتب شعر في مذكراتها. ولوري لسه عايشة معاهم وبتكون عايزة تعرف إيه الشعر اللي ساندي بتكتبه، لكن ساندي بترفض ومش بتحب أي حد يشوف اللي هي بتكتبه، خصوصا إنه يومياتها. وبتعرف ساندي إن لوري دفعت إيجار البيت، وبتقول لها إن مش لازم كل مرة هي اللي تدفع، بس لوري بتقول لها إنهم عيلتها وطول ما هي قاعدة معاهم هتدفع. بعدها تايسون بينزل ولوري بتحط له الفطار، وبتقول له إنها هتروح معاه ماتش البيسبول علشان تشجعه. في النادي بتشوف تايسون وهو بيلعب وبتشجعه وهي بتتابع شغلها. بيجي لها سبونسر اسمه راندي وبيقف يتكلم معاها شوية عن تايسون، لحد ما بيجي ابنه جريج وبيقول لساندي لو ينفع تخرج مع باباه. ساندي بتستغرب. راندي بيتأسف وبيقول لها إن ابنه صريح شوية، بس هو فعلا حابب يشوفها تاني، وبيعرفها بنفسه ويديها رقمه، وبيقول لها لو وافقت تقابله تتصل بيه. في نفس اليوم بالليل ساندي بتتصل بيه، وبعدها بيروح يزورها في البيت، ولوري هي اللي بتفتح له وبتعرفه على نفسها، وهو بيقول إن ساندي حكت له عنها. بيعجبه البيت وبيسألها لو البيت مالكهم، فبتقول له إن ده بيت ساندي وهي بس بتدفع جزء من الإيجار. راندي بيقول لها واضح إن ساندي ناجحة جدا في شغلها، فبترد لوري إن جوزها هو اللي كان ناجح في شغله، وبيقول لها إنه بيشتغل ميكانيكي. وقتها بتنزل ساندي، وراندي بيقول لها إنها شكلها حلو جدا وبيخرجوا بعدها سوا. لوري بتقعد مع تايسون وبتسأله ليه شكله متضايق، وهو بيقول إنه مستغرب إن مامته خرجت مع واحد غريب، بس مقتنع إن لازم يكون ليها وقت تفرح فيه. راندي بيعرف ساندي إن ماما جريج ماتت وما اتجوزش بعدها. ولما بترجع من الخروجة لوري بتدخل تسألها عن اللي حصل، فساندي بتحكي لها إن راندي شخص لطيف وفيه صفات كتير حلوة، وبما إنه أرمل فهي موافقة على الارتباط بيه. بعد كام شهر راندي بيعزم ساندي ولوري على الغدا، وبيكون عازمهم في بيته ومعاه صاحبه جون ومراته ميجان وبنتهم دانا. دانا بتتعرف على لوري وبتقول لها إن جون صاحب راندي بقاله 5 سنين. لوري بتستغرب من تصرفات راندي مع دانا وبتشك في علاقتهم. ولما ساندي بتسأل راندي عن دانا بيعرفها إنها متأثرة بطلاق باباها ومامتها، وهو بيعتبرها زي بنته وبيساعدها تخس. وهما بياكلوا دانا بتتكلم مع راندي في ودنه، وبعدها راندي بيقوم يشكر الناس على وجودهم وبيقول إن دانا خست 3 كيلو وبيديها $300. ميجان بتقول للوري إن راندي متفق مع دانا إن كل كيلو تخسه هيديها عليه $100. بعدها لوري بتدخل المطبخ تدخل الأطباق، فبتلاقي شهادات وميداليات كتير لراندي. هو بيدخل وراها وبيقول لها إنه أخدهم من خدمتين في الجيش. لوري بتسأله مراته ماتت إزاي، فبيعرفها إنهم كانوا بيتسلقوا الجبل وهي وقعت. ولما ساندي ولوري بيرجعوا ساندي بتوريها الخاتم اللي راندي قدمه لها علشان يطلبها للجواز، وبتقول لها إنها خلاص مرتاحة معاه. لوري بتقول لها إنه باين عليه شخص محترم بس لازم تاخد وقتها، بس ساندي بتتجاهل كلامها وبتقول إنها مبسوطة معاه وعايزة لتايسون يكون له أب تاني. بعدها بيحتفلوا بالجواز، ولوري بتتكلم مع جريج وبتقول له إن ساندي هتكون مامته. بعدين راندي بيدخل للوري وبيقول لها إنهم هو وجريج هيعيشوا مع ساندي، وهي مرحب بيها لو عايزة تفضل قاعدة معاهم. في يوم بالليل لوري بتصحى على صوت صريخ ساندي، بتجري على أوضتها وبتلاقي راندي بيخنقها، فبتبعده عنها وبتتخانق معاه. بس بتتفاجئ لما ساندي بتقول لها ما تخافيش وبتدخل أوضتها. لوري بتسألها إيه اللي حصل، فساندي بتقول إن راندي بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ولازم تقف جنبه. وفي يوم لوري وهي بتلم هدوم الغسيل بتلاقي سرير جريج مبلول، وجريج بيعيط وبيطلب منها ما تقولش لراندي. وقتها راندي بيدخل ياخد جريج للمدرسة، ولوري بتخبي الملاية. بعدها بيتجمعوا كلهم على الأكل، ودانا بتكون معاهم، وراندي بيقول لهم إن هو وساندي مسافرين، ولوري بتقول إنها هتعتني بتايسون وجريج.
دانا بتعرف راندي إنها خست فبيديها فلوس، ولوري بتقول لها إنها حلوة في كل حال، بس دانا بتتجاهل الكلام. بعدها لوري وساندي بيجهزوا شنطة السفر، ولوري بتسألها عن طبيعة علاقة راندي ودانا، فساندي بتقول لها إن دانا بتمر بأيام صعبة وراندي بيساعدها. راندي بيكون واقف بيسمعهم من غير ما يشوفوه، ومعاه يوميات ساندي. لوري بتسمع دانا بتعيط، فبتدخل تطمن عليها وبتسألها لو راندي أذاها، فبتقول لها إن حتى لو مضطرب يبقى أهله لازم يقفوا جنبه. وبتسأل لوري هي ليه لسه قاعدة معاهم وما عندهاش بيت خاص. في الجراج لوري بتلاقي كرتونة مكتوب عليها اسم راندي، وبتتصدم لما تعرف إنه محتفظ برماد مراته القديمة. لما ساندي وراندي بيرجعوا من السفر، ساندي بتحكي للوري، والوري بتوريها الرماد اللي لقيته. ساندي بتتعصب وبتقول لها إنها طول الوقت عايزة تطلع جوزها شخص وحش، فساندي بتقول لها إنها ما تعرفش أي حاجة عن الرجالة ولازم تدور على بيت جديد. وفعلا لوري بتدور على بيت وتنتقل ليه. تاني يوم ساندي بتتصل بيها وبتقول إنها محتاجاها ضروري. لوري بتروح، وساندي بتشكرها وبتقول لها إن عربيتها بايظة، ولوري بتصلحها وبتعزمهم على العشاء يوم الأحد. بعدها تايسون بيشوف راندي وهو بيزعق لساندي على الحاجات اللي اشتريتها، وبيقول لها إنها لازم تسمع كلامه ويجيبوا بس اللي هو بيقوله. تايسون بيشوف راندي وهو بيزعق لساندي علشان اشترت حاجات شايف إنها ملهاش لازمة، وبيقول لها إنها لازم تسمع كلامه باعتباره جوزها. ساندي بتقعد تكتب في يومياتها، ولما راندي ينادي عليها بتخاف وبتخبي اليوميات. بعدين راندي يقول لها إنه عايز ياخدهم رحلة تخييم، بس هي كانت ناوية تقابل لوري يوم الأحد، وهو بيرفض وبيصر على الرحلة. لوري بعد كده بتسمع إن في واحدة غرقت في البحيرة، وبتتصدم لما تعرف إن اللي ماتت هي ساندي. في الوقت ده راندي بيكون في مطعم مع جريج وتايسون، ولما يلاقي تايسون زعلان يقول له إن الرجالة مش بتعيط وإنه هيقف جنبه وهيعلمه حاجات كتير. لوري بتروح تسأل راندي عن اللي حصل، وبيقول لها إن ساندي حصل لها تشنج وهو كان بيتسلق ملحقش ينقذها فغرقت. لوري بتستغرب من بروده وبتطلب تطمن على تايسون، لكن بيقول لها نايم وبيطاردها. بتقول له قبل ما تمشي إنها مش مصدقة كلامه. في نفس الوقت بتظهر واحدة اسمها دونا، بتتأثر بخبر وفاة ساندي، وبتروح تزور لوري وبتقول لها إنها طليقة راندي وإنه حاول يغرقها قبل كده. دونا بتحكي إنها اتجوزت راندي وكانوا في رحلة تجديف، وخبطت طوافة في صخور وغرقت، وأبوها أنقذها وهي متأكدة إنه حاول يقتلها. قالت للوري إنها مقتنعة إنه هو اللي قتل ساندي وممكن يقتل تاني. راندي بيرجع يزعق لجريج وتايسون علشان ما غسلوش الأطباق وبيكبرهم ينضفوا. لوري بتروح تبلغ المحققة سو وبتحكي لها اللي دونا قالته، لكن المحققة مش بتقتنع لحد ما لوري تمشي وصوت وعدها تدور على وصية لو ساندي سايبها. لوري بتروح تطمن على تايسون وبتتضايق لما تلاقي هدوم ساندي في الزبالة. راندي بيقول لها تاخد اللي يعجبها. بتواجهه إنها فتشت صندوق الأمانات ولقيته فاضي، وبتقوله إنها عارفة إنه أخد الفلوس بس هو بيقول إنه جوزها وكل حاجة بقت مالكه. بتطلب تاخد تايسون لكنه بيرفض. وهي ماشية تايسون يخرج وراها ويطلب منها ما تسيبوش، وهي بتوعده إنها ترجع له. في الوقت ده دانا بتحزم شنطتها وبتروح تعيش مع راندي رغم إن جون بيحاول يمنعها، وهي بتقول إن الولاد محتاجين حد يرعاهم. المحققة سو بتقابل المحقق رين اللي كان ماسك قضية أم جريج، وبيعرفها إن راندي كان بيغير كلامه كل مرة سأله فيها، وإنه ما استغربش لما عرف إن مراته الجديدة ماتت. لوري تروح تكلم جون، وميجان تقول لها إن دانا متخيلة إنها بتحب راندي وهي خايفة عليها. لوري تطلب منها تحكي لها كل حاجة عن راندي، وفعلا بتحكي لها وبتسجل لوري الكلام. بعدها لوري تقابل ماري خطيبة راندي السابقة، وبتقول لها إنه سابها لما عرف إنها مريضة سرطان، وإنه اتعرف عليها بنفس طريقته المعتادة، وإنه سابها لأنها مش غنية. ماري توافق تساعدها. راندي ودانا والأولاد بيروحوا الماركت، وبيلاحظ واحدة لوحدها، فبيقول لجريج يروح يكلمها وبيتعرف عليها بعدها، ودانا تستغرب من تصرفه. المحققة تروح للوري وتقول لها إن في وصية من ساندي وكل أملاكها لتايسون، وكاتبت إن لوري تكون الوصية عليه. لوري تروح تاخد تايسون. راندي يرفض في الأول بس يوافق لما تهدده بالشرطة. المحققة تروح للمدعية العامة واللي بتقول إنها متأكدة إن راندي قاتل، بس مفيش دليل مادي.
بتحصل على إذن بتفتيش بيته، ولما الشرطة تروح راندي يطلب من دانا تاخد الجريج وتمشي. الشرطة تلاقي اليوميات في الجراج، راندي يتقبض عليه، وفي التحقيق بيكذب عن كل حاجة، والمحققة والمدعية يواجهوه بيوميات ساندي اللي فيها إنها كانت تعيسة وبتخاف منه. لما يخرج من التحقيق يلاقي دونا وماري ودانا ولوري مستنين علشان يقولوا شهادتهم. في المحكمة رغم ما فيش أدلة مادية، لكن شهادات الستات اللي في حياته ويوميات ساندي كانت كفاية، واتحكم على راندي ب50 سنة سجن. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.